السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعرفون مواطن الإجابة الستة في كل يوم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلومة يا حبايبي إن أي دعاء يخرج من القلب ويلتزم صاحبه بآداب الدعاء كأن يبدأ الدعاء بالثناء على الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو بكل خشوع ويقين فيما عند الله، ويكرر الدعاء بل ويلح وينكسر بين يدي الله، ثم يختم الدعاء بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون عند هذا الإنسان أي موانع لإجابة الدعاء كأكل الحرام أو عقوق الوالدين أو غير ذلك، فإن الدعاء يستجاب لا محالة. ورد عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته يستجيب له دعاءه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة، يعني من أجل أن يفرج عنه كربات يوم القيامة. لكن هناك بقى 6 مواطن يومية لإجابة الدعاء فاحرصوا عليها. إيه مواطن الإجابة ال6؟ عدوا معايا. رقم 1: عند الأذان، يعني بعد الأذان مباشرة، كما ورد عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 2 لا تردان، يعني دعوتين لا يرد أبدا أو حاجتين لا ترد أبدا، كان من بينها الدعاء عند النداء، يعني الدعاء عند الأذان. رقم 2: بين الأذان والإقامة، وهو أطول من الوقت السابق وشامل له، كما ورد عند أبي يعلى بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب فادعوا. ده الدعاء أو ده الموطن الثاني. طب الموطن الثالث في السجود، فأثناء السجود سواء في فريضة أو في نافلة، كما ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. الموطن الرابع دبر الصلوات المكتوبة، يعني بعد كل صلاة من الصلوات ال5، كما ورد عند الترمذي بسند صحيح عن أبي أمامة أنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع، يعني أقرب للإجابة؟ قال: جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبة، يعني بعد الصلوات المكتوبة. الموطن الخامس هو اللي عند الاستيقاظ من الليل وقول هذا الذكر، يعني الواحد لو قلق بالليل كده وهو نايم تمام وقال الذكر ده وبعديه دعا أي دعاء فالدعاء مستجاب، كما ورد بفضل الله عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار، يعني استيقظ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. يعني بعد ما يقول الذكر ده لو دعا أي دعاء فهو مستجاب، ولو صلى أي صلاة فهي مقبولة. الموطن السادس والأخير هو الثلث الأخير من الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله عز وجل إياه، وذلك في كل ليلة. بل ورد عند مسلم وبه أختم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا، أي نزولا يليق بجلاله وكماله، كل ليلة، فينادي ويقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، إلى أن يطلع الصبح. دي مواطن الإجابة ال6، فتحروا تلك المواطن ليستجيب الله دعاءكم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.